حركات المد 3: الضمة والفتحة والكسرة. دول بنسميهم حركات المد، وهي بتاخد نص الحرف. بمعنى ايه؟ يعني الضمة بتاخد نص المدة الزمنية بتاعة الواو، والفتحة بتاخد نصف المدة الزمنية بتاعة الألف، بتاعة المد بتاع حرف الألف، والكسرة بتاخد برضو نصف المدة الزمنية بتاعة حرف الياء. يعني ايه؟ يعني تعال نشوف كده المثال بتاع الضمة: وما قتلوا. وما قتلوا، شوف القاف عليها ضمة، فبنطقها ازاي؟ وما قتلوا، ما بقولش وما قتلوا. يبقى انا لو انا قلت التانية دي، ده معنى ذلك ان بعد القاف واو، يعني حرف مش هتبقى حركة، مش هتبقى حركة بقى، ده هيبقى حرف مد اللي هو الواو. حرف الواو لما بيمد مد طبيعي بياخد حركتين، انما بالنسبة للحركة بتاخد نصف المدة، يعني حركة واحدة. تمام؟ فبقول وما قتلوا. وما قتلوا. طب تعالى كده في الفتحة، احنا عندنا مثال: لا تفرح. لا تفرح، التاء عليها حركة الفتح، فبقول لا تفرح، ما بقولش لا تفرح. تمام؟ لأن لو قلت تفرح يبقى أنا معنى ذلك إن التاء بعدها حرف الألف فياخد حركتين. لا، أنا بديها حركة واحدة اللي هي حركة الفتح، فبقول لا تفرح. تعال للكسرة، المثال اللي موجود عندي قدامي: لحياتي. لحياتي، اللام مكسورة. تمام؟ فبقول لحياتي، ما بقولش لي حياتي، لأن لو قلت لي حياتي يبقى معنى ذلك إن اللام بعدها حرف ياء يتمد حركتين. لا، هي حركة، الحرف بتاع اللام واخد حركة الكسر، فبقول لحياتي. ده مخطط لتبسيط حركات المد في أحكام التجويد.